دي اسهل طريقة هتقدر تصلح بيها الراديو بتاعك لو الترانس اتحرق، والفكرة دي هتطبق على اي راديو يحصل فيه نفس المشكلة. ركز معايا في الفيديو لان الفيديو ده فيه فكرة جامدة جدا هتقدر تطبقها على حاجات كتير ملهاش علاقة بالراديو نفسه. بص يا سيدي، احنا هنا الترانس اتحرق مننا، كل اللي هنجيبه اللي هو الكابل بتاعنا بيتباع ب10 جنيه عند اي كهربائي او اي حد بتاع ريسيفر كاميرات، هتقدر تشتريه بكل سهولة. هتثبته كده، هتفتح فتحة في الراديو بتاعنا بالطريقة اللي احنا عاملينها دي كده، وهتبتدي تثبت فيها السوكت نفسه بالطريقة دي. وبعد كده هتجيب ترانس اللي هو 3 فولت هتلاقي سعره حوالي 60 جنيه عند اي حد طبعا بتاع ريسيفرات او اي حد بتاع كهربائي. 3 فولت طبعا الراديو بيسحب 3 فولت، فهنسيب الادابتور زي ما هو، مش هنيجي جنبه. كل اللي احنا هنعمله هنثبت السوكت بتاعنا اللي احنا حطيناه بطريقة سهلة جدا. بعد ما نثبته كده هنلحم الموجب السالب اللي هو الاسود في السوستة بتاعتنا اللي هي السالب. ولو مش عايزين نلحمه عادي جدا، ممكن نطول السلك بتاعنا ونبتدي نلفه حوالين السوستة، والجزء التاني نبتدي نحطه ورا الجزء اللي هو ايه الموجب كده. اول خطوة. الخطوة التانية ده كده سوري، ده كده الموجب، ده السالب. كده اول خطوة ويعتبر اخر خطوة. وهنبتدي نقفل الراديو، وهنبتدي طبعا السوكت ده يتثبت بأي مادة زي أمير، زي أي مادة لحام، مثلا المادة نبتدي نثبت بيها السوكت بطريقة سهلة وبسيطة. يلف حوالين السوكت كده عشان يبقى زي الحديدة. طبعا المادة دي جامدة جدا، بس هي عشان المكان بتاع الدخول بتاعها باظ مني، فبضطر استخدمها بالطريقة الغريبة اللي انتوا شايفينها دي. المهم مش هيفرق المنظر اللي احنا عاملينه هو طبعا مش لطيف، بس مش مشكلة. بس الرش نبتدي السوكت يبقى معانا زي الحديدة بالطريقة دي. هي المادة دي كده كده بتنشف على طول. بس كده يا سيدي، وهنبتدي نوصل الأدابتور في الكهرباء بتاعتنا. قال ألم أقل إنك بس كده يا سيدي، لن تستطيع معي صبرا. وبكده الراديو بتاعنا اتصلح. وفي أي لحظة أو لا قدر الله ما الأدابتور نفسه يحصل له حاجة، كل اللي احنا هنعمله هنغير الأدابتور ونشيل الفيشة منه ويبقى بالمنظر ده. بس كده. لو عجبك الفكرة متنساش تتابع ولايك وشير واحفظ الفيديو، ولو عايز تصلح أي جهاز بنفس الطريقة اللي احنا عملناها.